جولتك سبورت، عالمك للرياضة. في مكان هادئ، حي صغير بمدينة ماتارو الإسبانية قريب من البحر. هناك قصة بدأت، قصة فتى جذوره ممتدة بين قارتين، أبوه من المغرب وأمه من غينيا الاستوائية. اسمه لامين يامال. ومن بدري بدأت الهمسات، هذا ميسي الجديد، يمكن يكون أعظم كمان. يعني حلمه كبير لطفل صغير. اليوم رح نغوص سوا في حكاية صعوده المذهل والسريع جداً. حكاية بدأت فعلا بدري جدا، يعني تخيلي عمره 5 سنوات بس، وما كان يلعب كرة مثل باقي الأطفال. لا، كأنه محترف صغير. لمسته للكرة مختلفة، طريقة تفكيره بالميدان شيء استثنائي. فما أخذ وقت طويل أبدا حتى لفت أنظار كشافين برشلونة. وعمره 7 سنوات كان يدق باب لاماسيا، الأكاديمية المعروفة، مصنع النجوم. لا ماسيا، اسم كبير بعالم الكرة. بس يعني المنافسة هناك شرسة جدا. هل كانت بدايته سهلة؟ سمعت إنه ما كان الأقوى جسمانيا مقارنة بزملائه. لا أبداً، ما كانت سهلة. أكيد البنية الجسدية عامل مهم خصوصاً في هالعمر، بس لامين كان عنده شيء ثاني، سلاح أقوى من العضلات، الموهبة الخالصة، اللمسة دي، السحر اللي في رجله، كيف يشوف الملعب ويقرأ اللعب أسرع من الكل. فكان يعوض أي نقص بالقوة البدنية بسرعة تفكيره وذكائه الكروي، وهذا اللي خلاه مميز فعلاً. وهذه الموهبة الفطرية هي اللي خلت المدرب وقتها، الأسطورة تشافي، ياخد قرار جريء بصراحة، صح؟ يعني يستدعيه للفريق الأول وهو عمره 15 سنة بس. إيش اللي شافه تشافي فيه لدرجة يغامر هالقد؟ تشافي شاف اللي أبعد من العمر، شاف لاعب ناضج كروياً قبل أوانه، شاف الجرأة والثقة، قدرته على اللعب تحت الضغط كأنه متعود على مستوى الفريق الأول. كان رهان صحيح، بس رهان كسبوا برشلونة بسرعة مذهلة. هذه اللحظة كانت الشرارة للانفجار الكبير. وانفجار بمعنى الكلمة. الأرقام القياسية بدأت تتكسر ورا بعض. أصغر لاعب يشارك بمباراة رسمية بتاريخ برشلونة كله، وشوي بعدها الأصغر صناعة لهدف في الليغا، كأنه كان يسابق الزمن. بالضبط، والسباق ما وقف عند برشلونة، وصل للمنتخب الإسباني وبرضه كسر الرقم القياسي، أصغر لاعب يسجل هدف للمنتخب الأول. هذه الإنجازات في هذا العمر الصغير هي اللي خلت الإعلام يركز عليه بقوة ويطلق لقب ميسي الجديد. وهذه نقطة مهمة جداً. كيف تعامل الشاب الصغير هذا مع هاللقب الثقيل؟ يعني مقارنة بأسطورة زي ميسي أكيد ضغط كبير. تعامله كان مدهش صراحة، ناضج جدا. رده المعروف: أنا لامين وما بدي أكون نسخة من حدا. هذا ما كان مجرد كلام، كان إعلان عن شخصيته، هويته المستقلة. هو يبغى يرسم طريقه بنفسه، ما يكون ظل لأي لاعب ثاني مهما كان كبير. وهذا الوعي بهالعمر وتحت الضغط يدل على قوة شخصيته. وفعلاً قاعد يثبت هالشي بالملعب. بموسم 2024-2025 ما عاد هو مجرد موهبة واعدة، لا، صار ركيزة أساسية في برشلونة. نشوفه يسجل، يصنع أهداف، بلمسات فنان، يراوغ المدافعين بسهولة ويلاقي حلول. تأثيره صار واضح ومستمر، مو مجرد ومضات. تماماً، وتأثيره تعدى كمان حدود النادي. لما تسجل وتصنع هدف حاسم لإسبانيا في تصفيات بطولة قارية مهمة زي أوروبا وعمرك 16 سنة بس، هذه رسالة قوية للعالم كله. أنا موجود ومستمر، ومو مجرد ظاهرة مؤقتة، هو قادر يتحمل المسؤولية الكبيرة. صار مثل الأيقونة فعلاً، رمز أمل لجيل كامل، مش بس في برشلونة وإسبانيا. نشوف هالشيء بتفاعل الجماهير الجنوني معه، بثقة المدربين فيه، حتى بإعجاب أساطير اللعبة نفسهم. قفزة خرافية بكل معنى الكلمة، من طفل يلعب بحي بسيط في ماتارو لنجم يلمع في سماء الكامب نو. ملايين الناس أملهم معلق عليه. اللي نشوفه مو بس لاعب موهوب، لا، هذا مشروع أسطورة مستقبلية، وعد بمستقبل مشرق للكرة، عنده كل شيء عشان يترك بصمة بتاريخ اللعبة. والرحلة لسه بأولها، والإثارة بأعلى مستوياتها. ومثل ما نقول دايماً، لسه قدامه كتير يقدمه. وهذا يخلينا نفكر بسؤال للمستقبل نتركه مفتوح. مع كل هالموهبة وهذا الصعود الصاروخي، إيش أكبر التحديات اللي ممكن تواجه لامين يامال في طريقه للنضج الكروي الكامل وتثبيت اسمه بين عظماء كرة القدم؟